هل شفت قبل كده يا سيدي، خلينا في اللي انت ذكرته، هل شفت فيجاد قبل كده طلعت اتكلمت على الليكويد المصري مع انها موجوده جنب على نفس الرف ده هنا وده هنا، ممكن يبقوا في رف واحد؟ ماشي، ما انا تمام؟ بتكلم في كونسبت البوست. انا بتكلم ذات نفسه. النهارده كونسبت ايه في البوست اللي انت شايفه يخلي شركه بيهاجم الليكويد المصري اللي كله؟ يخلي شركه انجليزيه داخله الماركت جديد تهاجم الليكويد المصري من فين بابه. الهجوم؟ الهجوم ان انا بقول ان ده فيه كواليتي كنترول من الاخر وهنا مفيش. ايه اللي هو يخليني بيقول اصلا لك في اهاجم؟ لاينات ما فيهاش كواليتي كنترول. ما هو احنا عندنا كواليتي كنترول. خلينا متفقين ان انت لسه قايل تمام ان اصلا مفيش لاين مصري عنده كواليتي كنترول، مظبوط؟ ما قلت لك ضمير صاحبه. حلو. لا ضمير صاحبه في على فكره في لاينات مصري أوكي. صاحب اللاين بالملي. انا برضو عند الحته بتاعت ما اللي أنا يخلي ما عممتش اللي برضه. يخلي شركه داخله تهاجم اصلا. ليه اجيب سيره الليكويد المحلي اللي هو اساس السوق المصري؟ خلينا متفقين. تعالوا يا جماعه نرجع بالذاكره لورا كده شويه. ما انا بس ابراهيم أنا البدري بجمع معاك. ابراهيم أنا البدري بجمع كان معاك. عنده محلات تمام اه بيبيع فيها ليكويد منهم لاينو. تمام حصل. كان عندي ليكويد مصري تمام. سنافر. سنافر حلو. كان والله كان اسمه جامد. خلينا ممكن اميز لك كل مثلا شريف نشأت، هرجع لك لورا برضو، واي تو كي والليجل فاكتوري كل ده كلام جميل. فخلينا اساس الماركت ده الليكويد المصري، مش فاهم مش برضه. البريميوم. مال ده باللي احنا فايه اللي يخلي في ليكويد مصر تحت بيه السلم ولا لا؟ ما عنديش المعلومه الكامله. في ولا ما فيش؟ لسبب ما اعرفش. في ليكويد مصري كل الليكويد المصري مظبوط برضه ما اعرفش. ما عنديش اجابه يعني، ما طب عنديش ما حاجه صريحه. ما عنديش حاجه صريحه. اقول لك ليه. قول لي. انا خليني اخدها مقياس ليك وليا كريفيور بعيدا عن البرنامج خالص. انت ازاي بتختار الليكويد اللي انت هتتكلم عنه؟ بعرف صاحب اللاين برافو عليك. كمان بيجيب الخامات منين. ده المقياس بتاعي. لا ده انا كمان عارف بيجيب منين. خاماته منين. اول سؤال يا جماعه. اي لاين تمام. وعايز اقول لك على حاجه، سمي كده اسمي لك، اقول لك يا عم ابراهيم البدري، شادي اصلان، احمد زمزم، ويعني وفي المحلات مش عايز انسى حد، وفي البيع ولكن مش قصه احنا بنعمل ايه؟ هاجي لك هشتغل عندك. السلام عليكم. في انترفيو حرفيا مع صاحب اللاين. مساء الخير، اسم حضرتك ايه؟ اسمي كذا كذا. ده لو انا ما اعرفوش. خاماتك من عند مين؟ ما هو كلها اوضه وصاله. انا عارف الخامات دي عند مين تمام، وبيستوردها منين، وموثوق فيه ولا لا، بناء على خبرتي اللي بقالها اكتر من 10 سنين في الشغلانه دي. طيب اخر حاجه وهي طبخه او غيره اللي طبخ له. انا طابخ اوكي، هجرب وارد عليك. او فلان طبخ لي، مثلا ام في لاب هوندا تمام، عنده شركه بتطبخ لي لاينات والراجل عالم ده. فانا لما بسمع ان هوندا اللي طابخ، والله الراجل تمام بصرح حاجه زي دي. انا بطبخ لفلان وفلان 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 موجودين في السوق. اليوزر بقى يعرف يعمل كده. فاحنا بنعمل ده ليكم. اليوزر يعرف يعمل كده. حلو. ما هو اليوزر دخل محل لا ازاز على واحد في اسيوط. حلو. دخل محل في اسيوط لا ازاز على هيروح بقى يشوف مين اللي عاملها ولا فين. ايوه بس ما هو يبقى الكلام بتاع البوست صح. هل اللي في اسيوط ده هيشوف البوست بتاع فيب هوليك ايجيبت؟ ما هو انت كده طالما انت شفته وهو شاف ده بوست على الفيسبوك. انا شفته عشان انا هنا. انا شفته عشان انا في المعلومه في الموضوع. ما انت هو دلوقتي وهو لو ما هو طب استنى عشان احنا ما هو اكيد متابعك ومتابعني ومتابع اي حد من الزملاء. تعالى كده نكولكت الدنيا دي عشان احنا تهنا من بعض. طيب دلوقتي شادي يا جماعه بيتكلم معايا في بوست كان نازل في البيج بتاعت فيبو هوليك. مظبوط. الفيبو هوليك انا الوكيل بتاعه في مصر، مش انا اللي كاتب البوست بس اوكي. الشركه اكيد راجع تبعنا. انا ما رجعتش حتى انا سايب لهم شير. فكان البوست بيتكلم عن ايه؟ البوست بيقول لك ان فيبو هوليك ده معمول في معامل وواخد تصاريح واللي مش زي براندات تانية كتير في مصر مش واخده تصاريح وشغاله بمزاجها ومفيش اي نوع من الرقابه عليها. الكلام ده صحيح 100%. اللي يزعل مني يزعل. الكلام ده صحيح. الموضوع ملوش علاقه بالزعل. الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ قطعا الموضوع هنا ملوش علاقه بالزعل. استنى بس انا بلم الموضوع. الكلام ده صح ولا غلط؟ في لاينات في مصر مش تحت رقابه. في لاينات في مصر مش تحت رقابه. انت زعلت كصاحب لاين. زعلت ليه؟ ازاي تقول عليها مش تحت رقابه؟ طب ما انت مش تحت رقابه. هنكذب على بعض. انا اتمنى الحكومه تفتح لهم. يا جماعه تعالوا. اللي عايز يرخص اللاين بتاعه وعلى فكره الناس كلها هتروح وتدفع. الناس المحترمه شادي. مظبوط. وروح شركه ادويه ولا حاجه اعمل تشغيله. مظبوط. زي بتوع الميك اب والحاجات بس دي. خلينا برضو فين الغلط في الموضوع؟ في الحته دي هقول لك الغلط برضو. هرجع اقول لك من وجهه نظري المتواضعه تمام. انا لا صاحب لاين النهارده ولا لي علاقه بالموضوع، ولكن كراجل بيشوف. حلو. ده انت ايه الغلط في الموضوع؟ بيشوف
ان في حد مسؤول. انت النهارده مش مجرد اسم، انت حد مسؤول، انت حد ليك ناس بتسمعك، صوتك له صدى. تمام. فحد مسؤول النهارده عن شركه جايبه ليكويد بريميوم وخد وكالتها ومسؤول عن الدعايه بتاعها، فالنهارده هو الشركه دي لسه داخله وبتهاجم السوق المحلي يعني اللي إيه هو بتهاجم؟ اساس يعني إيه السوق بتهاجم؟ ده. بتقول يا جماعه الساده اليوزر السلام عليكم، ما تشربوش غير ما بريميوم حصلش. عشان ده معمول، ده معنى البوست قال كده؟ دي لا، رساله ده تفسيرك. البوست. استنى بس ده ده فسرها تفسيرك. انت. البوست ما هو ده كلامك. التاني بيقول يا جماعه ده المنتجات بناء على بتاعتنا. كلامك اهو، بالراحه اهو. ما انا اهو البوست بيقول يا المنتجات جماعه بتاعتنا. المنتجات بتاعتنا معموله في مصنع مرخص، اوكي. والمنتجات تحت رقابه جوده، مش زي لاينات كتير ملهاش اي في السوق المصري رقابه في السوق المصري، ودي حقيقه. ما ينفعش اخش اهاجم. طب انا سالت شادي تاني، انا ببص لكم اهو انتوا. تاني. سؤال تاني. اتفضل. هل لاينات في السوق المصري عليها رقابه؟ نعم او لا؟ انا هقول لك على اجابه انت لسه قايلها برضو مش انا. تمام. رقابه اللاين المصري المحترم اللي مكمل لحد النهارده هو صاحب اللاين زي ما انت قلت. رقابته ماشي. في جهه رقابيه عندنا ولا في اي حد بيشوف الناس دي بتعمل ايه؟ ما هو انا ما اقدرش يعني ولا لا يا شادي؟ انا هاجم ما هاجمش يا حبيبي. هل ههاجم؟ انا ما بهاجمش. هل النهارده انا هطلع اهاجم حاجه؟ لما تهاجمني وفر لي حل. هل انت عندك الحل؟ هل انا اقدر اطلع النهارده؟ يعني انا قابلت المشكله دي في 2023 وانا بعمل اول معرض مرخص للفيب في مصر. قابلت كل الجهات وقابلت كل المشاكل لحد ما وجدت حل ليها. فانا بقى عندي الحل لنفسي مش لحد. تمام. طيب هل النهارده الحكومه او الجهات الرقابيه عندها استعداد ان هي، هل الاوبشن موجود اصلا وانا هروح؟ يعني اديني الاوبشن وانا هروح. لكن انت النهارده جاي بتقول انا هناك عندي وعندي وعندي وهنا ما عندكش، وانتوا ولاد وسخه ما عندكوش. لا، يا عم ما هو انا اللي موقف. انا ما هو بالراحه. ما هو انا هل انتوا ما عندكوش؟ ما هو انتوا ما عندكوش. طب الكلام ده غلط. اديني الاوبشن. استنى بس، انت بتفسر ليه؟ انا بسالك سؤال مباشر. الكلام ده غلط، قول لي الكلام ده غلط او الكلام ده صح. ما هاجمش. انا مشكلتي فين الهجوم يا جماعه؟ مشكلتي الوحيده من وجهه نظري برضو انا مش فين كصاحب الهجوم؟ لاين ان انا داخل اقول يا جماعه الليكويد اللي في مصر انا دلوقتي طيب لو انا لاين مصري، طب ثانيه مالوش رقابه يا جماعه والله. لا، لو لاين مثلا لو لاين اختار اي لاين مثلا بتاع حد من اصحابنا عادي، اي حاجه اكس لاين اكس. لو لاين اكس بتاع صاحبنا مثلا اكس، هرخص اللاين بتاعه. اوكي. اول حاجه يعملها يكتب ايه؟ اللاين بتاعه يا جماعه مترخص ومش زي اللاينات الثانيه اللي مش مترخصه. مظبوط. نقطة تفاوض. ايوه. انا افاوض مع الانجليزي اللي زيي، افاوض مع الامريكي اللي زيي. انا يعني انا لما اطلع اتكلم دي ارتكل برضه انا اللي زيي. طب هقول لك على حاجه. لا، ما هو الاثنين موجودين عند اليوزر المصري. يا سيدي استنى اجيبها لك. يعني عايز تمشيها في هذا السياق هو مرخص؟ لا، انا ما مشاش طيب. في السياسه. خلينا في هذا السياق. انت برضه هل هو مرخص؟ مش قصدي. ما هو خلينا في الحته دي في هذا السياق. شاري من المحله يا جماعه على فكره. ايوه يا جماعه طبيعي. بتوع غزل المحله يعني. أيوة. بص هيقعد يغزلني ده. لا خالص. احنا بص يا شباب، عندي دايره. اصل انا دخلت في الدايره دي. طيب هل انت بتقول لي يا عم عليه رقابه هناك؟ طيب هل هو توافق عليه هنا؟ عليه رقابه هناك. هل هو توافق عليه هنا؟ هنا؟ الوحيد اللي واخد تراخيص هنا هو ريلاكس. ماشي. اللي عليه بندرول. ومتهيألي انتوا مسجلين فيه جد؟ ما كملناش. في حاجه تانية متسجله في ليكويدز تانية متسجله. سجلنا في جاد، سجلنا بوت سولت سجلنا بوت سولت. متسجل ده يعني خد الموافقات. الله ينور عليك. في لاينات كتير قوي اتسجلت وخدت الموافقات ان هي تتباع هنا، ولكن ما اتباعتش مسجله بس خدت الموافقات. ماشي، بس خدت الموافقات. طيب طب انت دلوقتي لما ديسبوزبل اول تسجل اسمه ايه؟ الاول ديسبوزبل كان اللي هو النرد. حلو. اول حاجه نزلوها في الاعلان، اول جهاز مسجل مطابق للمواصفات المصريه وما على رقابه. طبعا نقطه تفاخر. ايوه التفاخر. هو بيقول لليوزر انا معايا دي زي اللي واخد شهادات مثلا. برضه يا جماعه السلام عليكم انا معايا شهاده كذا وشهاده كذا وشهاده كذا. انا في السوق المصري وانتوا معكمش. بص بقى أيوة. لا في جزئين في الموضوع. انا معايا شهاده كذا وكذا وكذا، ماشي. شادي يبلع دي كل وانتوا لا. فهو جه عند انتوا لا دي. انت بتقول لي انتوا لا ليه؟ بس انتوا لا يا جماعه. طب هكلمك من وجهه نظري. انا بشرب مصري برضه عشان بس الكلام واضح. استنى. انا وانت عارفين كويس، لان المعلومه دي مش عند كل الناس. انا وانت عارفين ومتاكدين ان اغلب صحاب اللاينات التوب 10 مثلا مش كل الناس، اشهر 10 يا عم ايا كان هو مين. تمام.
كده كده بيستوردوا خاماتهم من الخارج، يعني الخامات اللي بتستخدمها لا الشركه اللي بره هي اللي بتستخدمها الشركه اللي جوه، صح؟ بس ان ده عليه رقابه وده مفيش عليه رقابه. تمام، يعني الخامات بس. واحده، جليسين، بقول لك الكونسبت الوحيد ان ده عليه رقابه وده طب مفيش عليه ومين رقابه. قال لك؟ طب ما في مصانع هنا جوه مصر، بس ما ينفعش تقول هقول لك حاجه، لان هي غير مرخصه. طب يا جماعه انا ما نقدرش نقول ان عليها كواليتي كنترول، ولكن هي فيها. انا معايا موبايل سامسونج، في موبايل سامسونج ضمان دولي، في ضمان محلي. مظبوط. ضمان الدولي الجهازين نفس الجهاز، الضمان المحلي اغلى 10000 جنيه و15000 جنيه. ليه؟ عشان الستامب ان ده اصلي ونظام الضمان جمارك خلاص. في ناس بتحب تجيب من حاجاتها من التوكيل عشان يشتري دماغه، ما بقاش عارف التيشيرت ده اوريجينال ولا ممكن يبقى مش اوريجينال. مظبوط. وممكن يبقى اوريجينال، مظبوط، بس ممكن يبقى مش اوريجينال. مظبوط. نفس القصه اللاين المصري ده ممكن يبقى مظبوط 100% على الشعر، وممكن. فاحنا بنقول لك خد ده بضمان. طب ما انا ممكن اضرب لك ده. يعني ايه تضرب لي؟ ما هو ممكن يبقى كلون، ما انت ممكن انت غصب عنك تنزل الباتش الاوثنتيك لانك انت وكيل، تمام؟ فانت منزل حاجه وضامن بقى في حوار تاني بقى يا جماعه، الاصلي شكلها كذا والاصلي فيها كذا، ده حوار تاني خالص. والناس قربت قوي، شادي يعني فتح لي مثلا فتح لي كذا حاجه، بس هنتكلم برضه وارجع واقول له انا راجل عندي محل مصري وببيع ليكوب مصري وبشرب مصري، ليكوب مصري مفيش عليه رقابه. لو ده يزعل حد يزعل، ما هو ليكوب المصري مفيش عليه رقابه. هنحل الكلام ده؟ مش هنحط عليه سكر؟ مش عليهم رقابه ولا لا؟ لكن انا ما اقدرش، انا نفسي اخدها منك. ما انا عايز اقول لك عليه رقابه ولا لا؟ انا اعرف ناس متاكد، ولكن ما ينفعش اقول عليه رقابه ربنا. تمام. لا انا اعرف يا جماعه، والله بجد ده بيني. يعني بص، الموضوع مش هينفع اقول اسم، ولكن انا اعرف ناس عندهم مصنع، عندهم كواليتي وزي الفل، وعندهم ما شاء الله يعني، وربنا يزيدهم. طب بصوا يا جماعه، يعني دلوقتي انا وشادي مختلفين في موضوع المصري عليه رقابه ولا لا. وانا بحاول اسال شادي بشكل مباشر، هو الليكويد المصري عليه رقابه؟ يقول لي اصل، فعمال ايه؟ مش اصل. انا دلوقتي الليكويد المصري مفيش عليه رقابه، مش معناه انه كله وحش يا جماعه، وان كله لا، في ناس كويسه، والدليل ان هم في السوق بقالهم 10 سنين. الراجل ده لو بيعك مش هيقعد 10 سنين. بس الباب مفتوح، اي حد ممكن حضرتك تخش المطبخ وتعمل ليكويد ولا الليكويد، وفي محلات بتقبل. وجهه نظرك صح من ناحيتك، ووجهه نظري انا من ناحيتي. ما انا لسه ما فهمتش وجهه نظري ان ايه وجهه نظرك؟ اقول لك انا هرد عليها، وهي يا جماعه قدامكم الموضوع بمنتهى الصراحه، لان لسه ما اتفتحش باب التسجيل والترخيص للمنتجات المصريه. انهم ما عندهمش الفرصه ان هو يبقى عندهم ده. ولكن انا لما بشتغل في لاين، تمام، من ضمن الاسئله، وفي بعض الناس بتجيب لي الصور معاملهم، اتفرج والله انا وخد بالك الناس هي مبسوطه ان هي عرفت توصل بالامكانيات دي، تمام. انا صورت مثلا مصنع الليكويد بتاع يويل، فلما رجعت اصحاب اللاينات بعض بدون ذكر اسماء سافروا راحوا جابوا نفس المكنه. تمام. فهو عنده مكن، عنده كواليتي كنترول، ولكن ما ينفعش يذيع، ما ينفعش يقول، ما ينفعش اروح عنده المعمل واصوره، لان ستيل ما فيش جهه رقابيه، او ما فيش ترخيص، يعني لسه ملوش ترخيص. فده ردي. طب بس انا بشتغل له، لان انا عشان اشتغل له وعشان اوافق ان انا اشتغل له، فانا لازم اشوف الحاجات دي. واللي انا عارفه ان انت بتعمل كده. طب فين يعني المشكله؟ اللي انا عارفه ان انا ما ينفعش ان انا اعمم ان الليكويد المصري كله معلوش، او الليكويد المصري بصفه عامه معلوش رقابه. ده حقيقي، الليكويد المصري معلوش رقابه. عليه رقابته هي صاحب اللاين، الرقابه الذاتيه بقى، والحاجات التانية دي بقى صاحب اللاين اللي محافظ على وجود اللاين. ربنا شايفك بقاله 10 سنين، حسبي الله ونعم الوكيل. ماليش دعوه برضو، مش هتكلم في الدين ولا هخش في الحته دي، ولكن هو رقابته، هو رقيب على ماله وعلى شغله وعلى المنتج اللي بيقدمه للسوق. صلى على النبي برضه. انا اللاين الراجل بتاع الماركتنج بتاعه، ما في ناس كتير راحت يا باشا، بس انا هقول لك، ما في لاينات كتير نزلت واختفت. مش انا اللي كاتب لانه هو فعلا زباله. في لاينات يا جماعه معلش، يعني كان زي ما البدري بيقول، ده البدري قالها بشياكه. انا في لاينات معلش، ما احنا حضرنا كفر الشيخ وشوفنا الزباله اللي كانت الناس شابت بقى، الناس شابت، ما احنا حضرنا ده، حضرنا الناس شابت، نادي كفر الشيخ، الناس شابت من كفر الشيخ ولا؟ طيب لما عرفنا بدورنا عملنا ايه؟ وقفناه، بس كان بقى له باتشايتين مثلا، وبعد في ناس شابت مثلا. طيب هو ما فيش بره، هو الماركتنج بتاع الراجل، هو كل اللي بره. وانت سافرت ورحت الصين وعارف كل اللي بره، انت زرت مصانع كتير اكتر من اي واحد فينا، تمام. هل كل المصانع اللي بره معتمده ومرخصه
وعليها رقابه في الصين اه ولو فتحت مصنع من غير الكلام ده حلو هتتشلوح. ماشي. هتاخدها دي يا طب ابني تعالى. هتتشلوح. طيب احنا بره الصين دلوقتي، خلينا نتكلم يا سيدي عن الانجليزي. لا فيتنام بقى وروح بقى اندونيسيا وبتاع، ماليزيا تحت بيه السلم وعبي يابا. لا ادي براحتك. تمام. ادي براحتك. ما هو لو جالنا هنا واحنا ما نعرفش السي في بتاعه هنقول عليه ده بريميوم وجامد لا طبعا مش كنترول. المصنع ليه CE والمصنع انت شايف شهادات بتاعته مصنع مترخص. ما انا لو عايز اضرب ما خلاص بقى ده مستورد بقى يا باشا. انا رحت ما احنا لو نخش في الموضوع ما كله الضيف، ما المصري ذات نفسه بيتضيف. مظبوط. يعني مش كان لاين كذا، مش كان لسه مضروب منه ومعمول في باب البحر. مظبوط. يعني نادي المصري الضاب مش عايز مستوى يتضيف. مظبوط. طب بص عشان نلم الموضوع ده عشان الناس برضه ايه تبقى فاهمه، هو كل القصه ان الراجل بتاع الماركتنج بتاع الليكويد الاجنبي قال لك انا جامد عليكم، انا المصنع بتاعي مترخص، انا عندي رقابه على المنتجات وانتوا لا. ماركتنج خلاص. انت بقى زعلان ليه يا عم؟ انت زعلان ليه؟ انت ما عندكش رقابه وما عندكش رقابه. اجاملك؟ هو شادي بيجامل، انا مش هجاملك. انت ما عندكش رقابه، انت رقابه ذاتيه. ده سوق، وانا راجل بشرب مصري حي. انا بشرب مصري ده وببيع مصري. ده عمود من يا ابني انا بقطم السوق ده الليكويد المصري، ما انا ببيعه في المحل. أيوة. انا بفهمك التاني وجهه نظره ايه. ما انا طبيعي ان لازم انتوا خدتوها قفش بما اني مشرف. انا قلت لك انا مش طرف في الموضوع، ولكن انا يا عم زيك. انت عندك محلات انا بعترض وواقف برضه بتبيع ليكويد مصري وانا ببيع ليكويد مصري. انا بعترض ليه؟ واحنا بنشيك الليكويد ده. طب ما عنديش لاين في المحل من الشارع. فاكر فتره كان بيعدي على الناس في شنط وشادي عارف الكلام ده. السلام عليكم انا ليكويد ايه النجم الطائر، خد وبيع وابقى حاسبني. ايوه. والازازه جمله ب 50 جنيه وبيع 150. يعني بص هو بيغريك بكل حاجه يا باشا. سكه السلامه عسل. صح. بس كان في محلات بتاخد وبيبيع وبيكسب. في محلات في مناطق يا جماعه كان بياخد اي خار، بيحط الحاجات في قفه. ومحل لب والله العظيم شفته بعيني بيحط الحاجه في القفه اللي هي الجلد بتاعت زمان دي. ففي يا عم اليوزر دول ب 150 يا عم اليوزر يا اللي داخل السوق. السوق ده زي كل سوق، في الاصلي، في المضروب بالجزمه، في اللي معمول تحت بيه السلم، في كل حاجه. وهنا لازم تقول لليوزر حاجه، حضرتك ما تروحش محل تحت بير السلم بقى. هو ده الصح بقى بالظبط كده. ستيب 1 ستيب 1 بيخاف على اسمه، فاتح فروع كتير، مكمل ومستمر. مش معلش يعني مع احترامي والله مع احترامي في محلات شيش ومقله وغيره حاطط فيب حبه زيت وعبيله واديله حبه زيت. تمام. فلما تلاقي عنده ازازه ليكويد اكسبايرد ده لو سليمه يعني يبقى كتر خير الدنيا. فانت ركز، روح لمحل خاف على اسمه، روح لمحل بيعمل دعايه ومهتم باسمه، فيخاف ان هو يحط لك منتج. مش هقول لك مضروب، يعني مضروب دي كلمه كويسه بالنسبه للحاجات التانية. ركز ان انت تشوف تتعامل مع ناس ليها اسم. هو خاف على اسمه، هو هيخاف على اسمه. يا عم لو معاك حل المشكله. لو معاك يا باشا انا بحل لك مشكله. بكام يا بدري؟ بكام؟ انت دلوقتي النهارده بكام؟ في موبايل بالضمان وفي موبايل من غير ضمان. بكام؟ ده بيبيع وده بيبيع. مظبوط. انت بقى راجل ده بيبيع كام قصاد كام؟ اصل انا بيخش عليا انت بتبيع كام ازازه ليكويد مصري وازازه ليكويد؟ كان عندي ليديز كده من نادي كبير في مصر فكانوا بيقعدوا يسالوني الاسئله دي. ده عليه رقابه؟ ده لا خدي بقى اهو. ده عليه رقابه وده عليه بتاع. فبتاع الماركتنج واخدها نقطه تميز، ما دبش في حد. انا عايز الموضوع يتاخد عادي ونقول المثل اللطيف بتاعنا اللي على راسه بطحه. انت حاجتك تمام وانت راجل تمام وشغال في السوق بقالك 10 سنين، ما اظنش في كلمه تمسك في الموضوع. وانا ببيع حاجتك في المحل عندي، فيعني ده اكبر دليل ان مفيش مشكله. ننتقل الى مرحله ننتقل عشان احنا عمالين ننتقل للصبح. نروح على شادي واخدني جنب. هنقفل. لا احنا جينا في قول الحق. احنا هرجنا كتير وقعد يحلفني وبتاع. يعني في ايه هنا نختم الحلقه بالسؤال الاكبر. عندنا حاجتين. بتطلع ليه لمستقبلك يا بدري؟ لا بتحب لا خالص. عايزين حاجات اللي هي ايه؟ انا بقى خدم لي الانا بتاعتي شويه. لا بياكلش عيش الكلام ده. انا ليا انا عشان ابقى ولد عياله وبتاع. طلعت في التلفزيون وكده. عندنا انا شايف من وجهة نظري ولسه بشوف ان البدري لا انا بس مش عايز اخبطها. شادي بينمق في الكلام. شادي من نوع الناس اللي هو ايه مش تمسكوا عليها غلطه.
انا هقول ايه؟ بتعدي هنا الاول تتغزل. انا كده ايه؟ شغلي يا بدر. انا من هنا لهنا، انا من القلب. شغلي يا صاحبي. انا من القلب، انا من القلب بتاع والله. يا مصر يا بدري. بس انا بحيي اي حد بيشوف شغل، وبحيي اي حد بيجتهد، حتى لو اللي بيعمله عاجبني او مش عاجبني، بس بشوف حد بيجتهد وبنبسط، بقول لا الله ينور. لو فتحنا حالا الفيسبوك هنشوف او الستوريز بتاعت صفحه البدري الشخصيه او البدري بيب او وات ايفر، هنلاقي ان البدري ما بيعملش غير حاجتين. هو بيحرق منتج بعينه. كلمه بيحرق دي كلمه تمام. هو بيحرق محتاجين منتج نحطها تحت السبوت لبراند واحد فقط. تمام. قبل ما نخش قبل ما اسمع البدري، انا بس عايز اقول لك انا على بتامل حاجة. في كلامك والله بجد. والله انا هقول لكم على حاجه يا جماعه. من وجهه نظري، ولا نسمعه وبعدين اقول لكم وجهه نظري؟ لا، نسمعه. هقول لك لا خلص كده الموضوع. لا هسمعك، لان النهارده الموضوع ده عامل مشكله. طب بص خش للشركه عليا. وللمحلات. اقول لك حاجه، خش عليها بالكده كده. بص يا معلم، صلي على النبي. يعني ايه اوفر؟ تعالوا نبص على سلسله المحلات بتاعت اوروبا وبتاعت امريكا، يعمل لك سيل ده يعني اوفر، مش على حاجه ما بتتباعش وحاجه انت مش عايزها. سيل ده على حاجه قويه، منتج انت عايزه. بس مش حاجه لسه ما جاتش يا باشا استنى بس. بيعمل على منتج لسه هيجي. لا، ما انا هحكي لك على البري اوردر. سعر منتج ما جاش. ايوه، بري اوردر البدوي دي تاني مره نعملها، ونجحنا اول مره نجاح ساحق. فانا بعمل ايه؟ انا مش هعمل لك اوفر على جهاز انت مش عايزه، لا، ده انا هعمل لك اوفر على احلى جهاز واحدث جهاز، ومش هعمل لك اوفر 10% ولا 15%، 30%. ايه اللي هيجيبك؟ ايه اللي هيخلي شادي اللي ساكن في اخر الدنيا يعني ينزل يركب اوبر يعني ويروح يشتري من عند غير البدوي؟ الاوفر ده بتكسب 30%؟ ما شاء الله. لا، ما شاء الله. انا بعمل لك خصم يوصل ل 30%. يا ابني افهم، تكسب الخصم 30، ده احنا بنكسب 5% بص انا بالعافيه. بتكلم في حاجه اصل عنده محلات. انا بتكلم في خصم. معلش عشان انت ما فهمتنيش، انا قصدي مش خصم 10%، 30% ده خصم اب تو 30%. احنا في محلات مش عارفه تسد ثمن البضاعه يا باشا، ده سوق. ماشي. انت مشتري دي بكام؟ انت مشتريها ب 10. اوكي. وشامي مشتريها ب 8، وانا مشتريها ب 7. صح كده؟ مظبوط. لو انا كسبت جنيه هبيعها ب 8، وشامي هيكسب 9، هيبيعها ب 9، وانت هتبيعها ب 11. اوكي. كلنا كسبنا جنيه. الشاطر اللي بيشتري مش اللي بيبيع. مظبوط. فاشتري صح هتبيع مستريح. انا دي نصيحتي لليوزر، روح اشتري دلوقتي. دي تجاره بقى كيوزر. انت دلوقتي يوزر، انت يهمك ايه؟ البدري قال لي اسعار في مصر، هتيجي تشتري. طب انا عايز اجيبك ب 50 جنيه، مش مقامك يا معلم. 50 جنيه. انت لو لقيت حاجه 50 جنيه وفي اخر الشهر فرق 50 جنيه هتجيبها خلاص. 50 جنيه لا، هتلاقي 300 جنيه و400 جنيه. لو دخلت تشتري سيت اب كامله ممكن تطلع موفر 500 600 جنيه. لا، هتيجي محلات كتير، العروض كتير، وكلنا بنبيع نفس البرودكت. هسرفايف ازاي؟ انا محل عروض، كارفور شغال عليا. بس كارفور لما لا كارفور طول السنه عروض. لا يعني لا استنى، سيبك من العرض كارفور الاكبر. سيبك من كارفور دلوقتي. يعني ده مره في السنه. كارفور اول ما بدا، لما راح فتح في المعادي في الصحه، وانت فاكر الحته دي كانت مقطوعه كلاب. مظبوط. الزهران ايه اللي هيخلي الناس تنزل وتركب عربيتها ويروح زهراء ايوه، بس المعادي؟ انت في كل حته. ليه؟ انت في كل حته. ما هي دي قصدي في الاوفرز. يعني انا مش انا بس عايز اوصل لشادي. يعني معلش، البدري فكره النهارده الاوفر عنده فرع هنا ما شاء الله، وهنا وهنا وهنا، اللهم لا حسن. فانت جنبك ناس كتير. حلو. كلنا بنبيع اوكسافا اكسلم. تمام. كلنا بنبيع اوكسافا اكسلم. ايه اللي يخلي شامي يجي يشتري من شادي او من ابراهيم؟ ما احنا كلنا بنبيع اوكسافا اكسلم. اوكي. اللي انا ببيع اكسلم بشاطه ولا انت؟ عشان الخدمه عندي كويسه، التعامل عندي كان كويس. استنى بس، كان زمان بتقف تعمل بيلد وبتاع ادوات بكام بقى؟ جديد بكام المنطقي اللي هو زي كل الناس. لا، الخدمه دي بكام؟ بكام ايه؟ ما الخدمه دي يعني انا هستحمل اوفر برايس كام عشان هاخد الخدمه دي؟ العادي مش اوفر برايس ولا حاجه. هي مش عربيه. انا ده مش اوفر برايس، ده مكسب. انت مش فاهم قصدي. انا عندي محل، عندي عماله، يعني عند ابراهيم ب 600 ومش هيعاملك المعامله دي، وعند شادي بكام؟ ب 900 هيعاملك معامله حلوه يا سيدي. 200 جنيه فرق. بس هو انا بتكلم ان محلات مصر كلها ب 900 الا محل البدري مثلا. نقطه تميز، مش نقطه حرق. يعني ايه حرق؟ يعني حرق يعني. انت مين؟ انت تاجر ولا يوزر؟ خليني النهارده اكلمك. انا قلت لك طلع اليوزر من الموضوع ده، لان اليوزر انا واحد من الناس بطلع اقول اليوزر ده وقتك، ده وقتك. بالعكس احنا بنتكلم كل فئات البرنامج ده. بنستضيف يوزر. انا مستضيف يوزر، مستضيف تاجر، حلو، مستضيف مستورد،
استضيف طب انت ليه ريفيور. متحامل لجنب مش بتدافع على متحامل. جنب انا الستورز وجنب النهارده لازم التجار؟ انقل كل الصور. لا انت قاعد بتكلمني بتاعت- كتاجر دلوقتي. انت النهارده انت دلوقتي كلامك أيوة. كلامك كتاجر. انت الله تاجر ينور عليك. بتتكلم معايا. الله ينور عليك. انت النهاردة تاجر بتتكلم معايا. دي رساله التاجر. ماشي، ما انت اللي ليك بيقولها- مصلحه متعاضده مع مصلحه اليوزر. اليوزر عايز اقل سعر وانت ماشي. عايز تبيع باغلى سعر عشان تعمل احسن مكسب. ماشي. ازاي انت الاثنين؟ برضو لا، ما هو لما يبقى اللي عارف انت واحد فبتبقى حاله شاذه. لو احنا لكن لو كلنا بنبيع بالسعر ده كلكم بتبيعوا فمش ب حالة 1000 شاذة. وانا ببيع ب 800. ماشي صح كده؟ مثلا. انت كتاجر زعلان. أنا انت كتير كيوزر زعلان عشان منتج يا لسه باشا ما بقى خلاص. جاش. انت لا كتاجر استنى بس هكلمك في نقطه بيتكلم في البري اوردر. حته. انا بتكلم عشان- على منتج بعينه. أصل انت ما جاش. بصوا يا جماعه، استنى هنتكلم في بص يا في بدري. العموم ولا في اللي انت- ما جاش؟ لا، البدري ما بيحرقش غير منتج واحد لبراند واحد. لا طبعا انا بعمل اوفرز على كل المنتجات. انت لما عملت على الليكويد الاكثر طلبا. عممت. عشان الليكويد المصري برافو الكوليكشن عليك. كبير. حلو، عممت. الكوليكشن انت عندك عمر دلوقتي لو ما دخل حد الاستور 10 يغلطك. زباين. ثانيه دخل الاستور 10 زباين يشتروا ليكويد. كام لاين هيطلع؟ 8 مثلا. فانا ما اقدرش احدد 2 يبقى انا كده مش اوفر. مظبوط. انا كده بقول للناس انت بتشرب اللاين ده مش هتيجي جنب ما هو الاوفر انا بتاعي. ممكن ما يلزمكش. اعمل الاوفر ده نفسه هو يا عم 30% على كل اللي في المحل. ما هو انت برضه في مثلاً. مثلا يعني انت لو بصيت على الاوفرز ليها قصه. عندي انا الاوفر عندنا مش عشوائي زي ما الناس. ما انا مش بصحى الصبح اعمل اوفر النهارده على جهاز. عندنا استوكات وعندنا يعني انت لو بصيت اخر عروض اللي هي نهايه العالم دي لما حطينا بتاع كوريا هنولع في انا الدنيا مني لله. هتلاقي 12 عرض. تجار ما يعني انت فاهم بيقولوا انت السبب ليه؟ عشان طلعت نهايه العالم. ساعة لما دخلت بس انا أهزر كانوا معاك. خلاص نازلين. هي بص داخل الصدفه. اهزر لا والله والله مش يا العظيم جماعه. داخل اهزر معاه جروب يعني السوق جروب لحقت معين. اتعملت والبتاع نزل في الخمس قال لك دقائق دول. شادي هزر مع البدري قام مولع في العالم. يا عم والله احنا بنهزر. بص يا معلم، انت دلوقتي كصاحب ستورز عايز تجذب ليك اليوزر. مش عايز تراضي التجار. انا هتكلم معاكم بصراحه. تجار زمايلنا وحبايبنا وكل حاجه. ما تشورش عليا انا بس. ما هو أنا خدت بوصل جبهة فكرتهم. التجار. ما انت انا خدت لازم- الجبهة. انا بوصل الفكره. فانت تاجر، انت على راسي وانت زميلي في الشغل وكل حاجه. بس في مجال اجتهاد. ايه مجال الاجتهاد بينا؟ ان مين اللي يقدر يخدم الزبون احسن خدمه. احسن خدمه دي احسن سعر. معامله كويسه. الحاجات دي برضه بتفرق. خلي بالك طبيعي. مش كلها فلوس. صح. يعني انت ممكن تخش محل الناس تتكلم معاك وحش. طب مش هشتري منكم ولا هسالك بكام. صح. خدمه بعد البيع بطلع ضمان على الاجهزه وبلبس وتعالى عندي المكتب اوريك شويه اجهزه انا لابسهم ملوش مرتجع. بس انا ما اقدرش اقول لزبون ملوش مرتجع. فدي حاجات كلنا بنعملها عشان نجتهد. سواء بقى انت كتاجر راضي عني او مش راضي عني دي يعني لا تعني شيء. يعني دلوقتي بالنسبه لشادي كان بيتكلم في موضوع الحاجات اللي بنبيعها وهي مش عندنا. احنا الاوكسافا دي ان ايه نزلنا عليه اوفر ونزلناه في الويب سايت بري اوردر. يعني انت هتخش هتاخده بالسعر ده بس لما يجي لنا كمان اسبوع او 10 ايام حوالي 50 واحد 70 طلبوا. 50 واحد منهم استلم بالسعر اللي كان في البري اوردر. مع ان بعد كده بننزل في المحل كان اغلى 50 جنيه. بس دي فكره جديده بعملها. دلوقتي سامسونج بتعمل كده. لو خدت بري اوردر التليفون الجديد بيديك ايربودز هديه. يعني هو بيدفع البري اوردر ده؟ لا هو ما دافع بيدفعش. لك؟ ما دفعش مش دافع. بس حجزوا. دخل ويب سايت ودخل بياناته خلاص حجز. الحاجه جت قالوا والله الحاجه جت عايزها هتاخدها بالسعر اللي انت حاجز بيه. عملناها في الدي ان ايه وعاملينها دلوقتي في جهاز اوكسافا الجديد. طب انا عندي 12 لسه ما جاش. الستوك لسه مش جاهز عندي. لا بس كاتب بري اوردر وحاطط سعره. فلو كان في الدي ان ايه انا رجعت في كلامي كان الناس دي خلي بالك ساحت لي. لا الناس خدت. انا بحب البري اوردر. انت بتحب البدري وانت قلت هشتري وهستنى البدري لما يجيبه. طب يا عم انت هتاخد احسن سعر في مصر. دي حاجات ماركتنج وحاجات ترويجيه. وكل واحد كل شيخ له طريقه. في واحد ممكن تخش له المحل يديك ازازه ليكويد فري. هل البراند اوكسافا بالتحديد تمام السبب في ان البدري بيماركت للموضوع؟ انا عايز يعني الحته اللي انا ما رضيتش اقولها في الاول هقول لك. خد الحته دي لا يا جماعه انا هقول لكم. فاكرين في الاول لما قلت لكم في حته انا عايز اقولها؟ اللي انت قلت لما يقول لي الاول. قول لي بقى سبب نجاح وبيع اوكسافا في الماركت هو الشخص ده. الحمد لله. ده بجد. الناس متخيله ودي حاجه والله ربنا يعلم انا بقولها في وشه لاول مره ولكن انا دي دراستي يا جماعه. انا دارس ماركتنج. دي دراستي اللي درست. دي دراسه بعيده عن المشاعر أنا بقعد الشخصيه بقى والضغائن. دي دراسه عمليه. لما بقعد اذاكر كده
هو اللي بيعمله ده خلى الجهاز فايرال ينتشر يتباع اكتر. انت شايفه بيتحرق، الشركه شايفاه بيبيع. ودي ودي ودي. طب هقول لك على حاجه، في ناس حضرت ساعه البروتو لما عملت انت عليه العرض، وساعتها الشركه في اوردرات اتكنسلت. تمام، وهنظبط الدنيا وهنعمل ومش عارف ايه ها. الشركه بعدها بدون اي مقدمات، عشان احنا سوق، حرفيا احنا السوق مش هلاقي له تشبيه. يبقى سوا في مش لاقي له تشبيه. لا احنا ممكن نقطعها، بس عايز الاقي له تشبيه. سوق ايه؟ سوق احنا ثانيه. لا يعني مش دي إيه؟ برضه. قصدي يشتم في السوق ولا لا بالعكس، احنا سوق مثلا الطبيعي ان هو احنا كنسلنا الاوردرات. ماشي. فانا تخيلت ان احنا مش هنجيب المنتج ده تاني. لا طبعا. اللي حصل ايه؟ ان بعدها باسبوع خدوا اوردرات دبل. مش عايز اقول لك، النهارده سوق مصر رقم 1 عند الشركات. الشركه بتعمل الديفايس الجديد بتنزل تلونشه في مصر. حصل تايويل الحفله في مصر، وقبلها اوكسفا والف بار في مصر يا جماعه بتلونش بسبب ايه؟ واجهزه الجيج فيب الاخرانيه نزلت مصر الاول قبل ما تنزل دبي. بالظبط. يعني خلي بالك لما نزل الجهاز بتاع الجيج فيب مصر الاول قبل دبي، انا نزلت البوست الان في مصر الاول ما في العالم. ايوه في العالم. الله ينور عليك. سوق مصر اللي هو سوق بيور لسه. لا احنا سوق الاوبن سيستم دلوقتي. والله سوق بيور. والله احنا لسه 6% ولا حاجه، لا نذكر مقارنه بالمدخن العادي. يعني احسبها كده 6%. بص يا شباب 6% لا ولا حاجه. بص ولكن النهارده التسعير الخاطئ اكثر مبيعا للاوبن سيستم. التسعير الخاطئ بيموت المنتج. يعني انت لو جبت جهاز مثلا زي الجي 4 ورحت مسعره ب 1800 جنيه والاجهزه الثانيه في نفس الشكله ب 1200 جنيه، انت قتلت الجهاز. مظبوط. فالتسعير العادل بيخلي الجهاز يبيع. بص انا معاك في الحته دي بقى كواحد لفيت على كل السايكل. احنا عندنا يا جماعه بالترتيب كده هفهمك الحاجه دي. طب مجهز لي كل حاجه وهو فاهم دي. انت عندك الشركه بتدي لرقم 1 مستورد ده هو ما بيعملش اي حاجه في الدنيا غير ان هو بيروح للشركه السلام عليكم، بيمضي دي عقد معاهم ويدي لهم الفلوس الاوردر اللي طلب. الحاجه جت. هل المستورد ده بيبيع الحاجه؟ لا. بنفسه للمحلات؟ لا. هو بيديها لموزع واثنين وثلاثه. فبقى هو حط مثلا خلينا نقول جنيه جابها بنص جنيه. تمام. وحط عليها جنيه لان في ضرايب وفي شحن وها فقول يا سيدي جنيه عشان يكسب. الجنيه ده جابها بنص، باعها بجنيه. الجنيه ده خدها الموزع هيحط عليها كمان نص جنيه، بقت بجنيه ونص. تمام. الموزع هيروح يديها للمحل بالجنيه ونص عشان المحل يحط فيها يبيعها يا سيدي ب2 جنيه ونص، لان ده حق المحل الشرعي. تمام. في حته الايه العماله والكهرباء والمصاريف وها فالمحل كسب جنيه. فالمنتج سعره النهائي النهارده 2 جنيه ونص. ودي السايكل الثابته بتاعت كل حاجه في حياتنا على فكره. كل حاجه في حياتنا مش الفيبنج بس. البدري بيعمل ايه باختصار؟ البدري الحاجه بنص جنيه اشتراها من الموزع بجنيه. حلو. اللي هو السعر الثابت بتاع الجنيه لحد ال2 جنيه ونص. الجنيه ونص تمام. ال2 جنيه ونص اللي هي اللي في كل المحلات. تمام. البدري ممكن ينزل عنها بنص جنيه كنوع من انواع الماركتينج، وده اللي هو عايز يقوله وبرافو. دي شطاره. خدمنا مين في الاخر؟ خدمت اليوزر، خدمت انتشار اليوزر اللي هو مين؟ اللي هو روح الماركت ده. الله ينور عليك. يعني خدمت الماركت. ولكن بعض الناس واخده ان البدري بيحارب براند بعينه، بيحارب اوكسفا. يا جماعه إزاي؟ هو السبب من اسباب انتشار المنتج ده الدعايه اللي هو بيعملها، حتى لو هو يعني هو بيماركت للموضوع بشكل ممكن الناس تبقى فاكره انها بعرس لك حرفيا، ولكن دي وجهه نظري عن دراستي يا باشا. دراستي احنا المهم عندنا دلوقتي يا شادي، انا المهم عندي ان اليوزر الجديد، معلش يا جماعه صلوا على النبي، يعني التسعير ده بيبقى على اساس ايه؟ كان زمان التسعير على اساس دي ينفع تتباع بكام؟ لو السوق قبل 120 هيبيعها ب 120، لو السوق قبل 140 هيبيعها ب 100. شطاره بقى ويلا اللي يلحق يعمل لقطه وبتاع. لا انا ببص لها حاجه تانية. دي ب 100 جنيه هكسب فيها 10%، هبيعها ب 110. طب هل عندك لو جات لك الفرصه ان انت تجيب المنتج اللي هو خلينا متفقين ان سعر المستورد واحد، كلهم جابوا بجنيه ماشي، هو عليه بنص وانت عارف ان هو بنص وعلى ما وصل بقى بجنيه. تمام. فهل عندك استعداد ان انت ابو جنيه ده تبيعه بجنيه وربع بدل؟ انت كل الموضوع اهو خدت دايركت من المستورد، موتت الموزع. تمام. وكل اللي حطيته على الجنيه ربع جنيه وهوب اقلب. تعمل ده ولا لا؟
والله حسب البوليسي بتاعتي بتاعت التسعير والشركه مثلاً عندي ماشيه ازاي. كنوع من انواع بس الدعايه. الموضوع مش عشوائي خالص. مش عشوائي، ما انا عارف، انا دعايه بكلمك أهو. امتى؟ دعايه امتى ودعايه ليه؟ منتج جديد. ما انا ممكن اعمل لك ازازه فري عليه. المنتج ده اهو ماشي، انت تمام. اديتوني بجنيه، انا هبيعه بكام؟ مستورد. هبيعه بكام بقى؟ تمام. انت اديتوني بجنيه بقى، انت عندك المستورد، أنا انت المصنع. لا مش موزع. يا سيدي ماشي، انت تمام. المستورد أنا او مستورد، المصنع، انا خدته جبت منك بجنيه. الحاجه بجنيه. حلو، تمام. انا هبيعه بكام بقى؟ الموزع بياخدها بجنيه ونص. ماليش دعوه بقى بالناس دي. انا انا دلوقتي بيبيعها ب 2 جنيه ونص. الناس أنت دي ممكن كلها تبيعها بجنيه جميله، وربع ولا الناس لا؟ دي جميله كلها، الناس دي على راسي. انا دلوقتي خدت ده بجنيه، هبيعه بكام؟ هبيعه بكام دي بقى عندي ليها مليون قصه. امتى؟ وضع السوق ايه؟ محلات محتاجه ترويج دلوقتي ولا لا؟ ده بيتباع في السوق بكام؟ دلوقتي لان انا حالا أهو، البدري ده لسه جديد، ده لسه ما جاش يا باشا ده خلاص، لسه جاي اهو. دي ظروف انا دي، ده انا ماليش دعوه بيه. دلوقتي تمام، ده حالا اهو. اه حلو. وده المنتج الجديد بتاع اوكسفا النكس سليم جو. بص يا شادي، خلينا نتكلم منتج جديد اهو. تمام. عاملاه انا شركة هسعره على أوكسفا. اي اساس؟ تمام. وانت سعرته ولسه المستورد بس انت أنا بقى- بتعمل ايه البري اوردر بتاعتك اللي هي فكرتك. انا سعرته مم. على اي اساس بسعره؟ على مليون حاجه عندي. حلو. وقت الشغل، حاله السوق ساعتها، احنا حالا اهو السوق قابل ولا لا دلوقتي. ما هي دي حاجات ما يا هو ده شادي أهو. انترنال، دي حاجات داخليه عندي. طب شادي بص، عشان اريحك في موضوع التسعير ده، مم. شادي يا جماعه بيكلمني من مبدا التجار، مظبوط. وطبعا مبدا تاجر يعني انت المنافس بتاعي. مم. على راسي والله، بس ده تنافس شايف. مم. احنا بنتنافس دلوقتي في ايه؟ مين اللي يقدم احسن سعر، مين اللي يقدم احسن خدمه. مم. عايز نبيع زيك وامشي على مزاجك ازاي يعني؟ خالص انا بتكلم في منتج لسه انت ما يا جاش. تاجر، انت يا تاجر، عايزني معاك. انا امشي على كلامك؟ انا معاك. طب ازاي انا المنافس بتاعك؟ انا اللي جايب المنتج. انت مين؟ انا النهارده التاجر اهو، المستورد اللي جايب المنتج. انت مين؟ مش بعت؟ ما بعتش لسه. لسه ما بعتش؟ ده لسه ما جبتش. خلاص بيع بسعرك يا باشا. انا قلت كمان انا بيع. جايب ده سون، فانا المستورد اللي الشركه هناك بتقول ده الوحيد اللي جاب ليه ده. يا باشا انت الوحيد؟ ما هينزل في دبي، بينزل هينزل هنا في الأول. بلاد تانية. بينزل ماشي هنا انت الأول. الاول يا باشا، انت الاول. طب انا هنزل بعديك عادي، ايه المشكله؟ لا انت، ما هو انت نزلت قبليه. هو يا باشا احنا انا في نزلت كيس. بري اوردر كامينج سون، هنبيع ده كامينج سون بكذا. انا راجل حر يا عم. بناء بناء على تسعير انا حلو. اللي عندي مليون حاجه، بقول والله احنا يا جماعه المنتج اللي جاي ده هيبقى علينا بكذا، السوق حالته كذا، عايزين نعمل له حمله ترويج كذا، هنبيع بري اوردر بكذا. ما هو مش عندك ولا اشتريته انت ولا سمعت حطيت كلمة فيه بري فلوس. اوردر؟ مظبوط. يعني ايه كلمه ما بري هو انت اوردر؟ ما حطيتش فلوسه ولا لسه دفعت جماركه يا ولا باشا لسه ثانيه دفعت بس، ثانيه بس، ضرايبه ولا عارف يعني سعره. يعني ايه بري اوردر؟ فأنت لا لا لا، النهاردة- سعره عندك على السايت بري اوردر، تخش يا باشا تطلب بيه. ياكش انا اجيبه ب 100,000 جنيه، انت طالبه ب 500 جنيه هتاخد 500 جنيه. دي بتاعتي انا بقى. اوكي. والدي ان ايه نزلناه بري اوردر ب 1400، نزلناه بري اوردر ب 1400. وحتى المستورد كلمني قال لي ايه ده انت نزلته منين؟ قلت له لا انا لسه، ده بري اوردر حضرتك، مكتوبه تحت في السايت كده بري اوردر. وبعته ب 1400 للناس اللي طلبت بري اوردر، وبعد كده اتباع في الستور 1450. دي الناس بتاعتي، انا بكافئك يا عم. انا ليه سامسونج بتطلع ايربودز 3 للي بيعمل بري اوردر؟ عشان دي ناس دخلت حجزت واستنت. فدي قصه انا بعملها لوحدي، ما شفتش حد في السوق بيعملها وانا حر. دلوقتي سياسه التسعير بتاعتي دي ترجع لي. انت شايف ان انت مستورد، شايف ان انا مش ماشي على مزاجك، والتسعير بتاع كل مستورد، اصل احنا مش بنبيع سلعه تموينيه. يعني يخش عليا مثلا شادي انا المستورد بتاع كذا، دي هتتباع بكذا. يا عم انت حر، انت تبيعها بكذا، لكن ما تقوليش انا بيعها بكام. انا حر. والله بقى انت شايف كده ما تبيعليش. وما اظنش ان انا اشتريت منهم اي حاجه، عشان ما حدش له عندي ان هو يقول لي بيع بكذا وبيع بكذا. انا ما اشتريتش منك. انا حر في السياسه التسعيري. انا راجل ريتيلر، اضعف واحد في الحلقه بتاعتكم. انا اخر الصندوق. انت لو جايب 100,000 حته انا معايا 1000. فما تقنعنيش ان انا اللي منيم لك سوقك. تسعيرك الغلط هو اللي منيم لك سوقك. اظبط التسعير بتاعك. يعني انت شايف من وجهه نظرك ان هو تسعيره غلط؟ هو تسعيره غلط بدليل ايه بقى؟ المنتج لما كتب في السوق دلوقتي سعره ايه؟ والزبون بيزعل. يعني انا ابقى بايع لك جهاز النهارده ب 1600 جنيه وكمان يومين اقول لك ب 1200 جنيه، ما انت هتزعل يا شادي. مظبوط. ومش هيبقى عندك ثقه، هتقول لا ما اشتريش دلوقتي، استنى يا عم يومين هيخص. فلا، احنا سياسه تسعير واحده. وعندي على فكره اول سعر بنزل بيه بكمل بيه. خلاص ده بكذا، اوفر بكذا، وبنكمل بكذا. لو انا مكان الزبون النهارده، انت شايف ان السوق ده مكمل اصلا؟ انا كزبون مش كتاجر. يعني ايه مكمل؟ يعني مخليني تنصحني ان انا ابدا افيب، لان السوق ده ستيل مكمل بعد اللي بيحصل ده. هو انت يوزر مالك بالسوق؟ مش فاهم برضه. انا كيوزر، عشان هو يوزر تاجر. انت النهارده بطل، خليتني انا يوزر، خليتني اقنعتني ان انا بطل سجاير واشتري فيب. حلو الكلام. حلو. هل انت كتاجر وصاحب محل تمام انت شايف ان السوق ده اصلا مكمل باللي بيحصل فيه دلوقتي؟ بيكمل عادي
زي اي سوق مكمل، وسوق كبير جدا على فكره. سوق شادي انت معايا في السوق من اوله صح كده. انا كان عندي زمان يا جماعه بارتيشن صغير، شادي كان بيخش بجنبه كده وتتحشر جنبي المحل. والله عندي كده 2 في 2 بارتيشن كده اللي هو ايه، اعمل كده الحاجه تقع اجي الم اللي وقع اوقع حاجه تانية، انت فاهم انت مظبوط. كان فين وبقى فين دلوقتي في خلال ال10 سنين دول؟ اتضاعف كم مره كتير. ده سوق موجود زي سوق السجاير، زي سوق الاول مره نشوف التاجر بيشتكي والمستورد بيشتكي والموزع بيشتكي عادي. ده حال الكاسات في البلد كلها 3 أربع. احنا داخلين في الشهر الرابع تقريبا. احنا في كاسات في البلد كلها يا جماعه. يعني ما انا عندي برضه بتاع الموبايل بيشتكي وبتاع في تضخم، والناس برضه ظروف صعبه، وانت راجل فاتح بيت وشايف بيتك كان بيصرف كام اكل وشرب. يعني دلوقتي لو انا وانت واحنا سوبر ماركت عادي جدا جبنا ربع رومي وشويه جبن وبتاع هندفع كام؟ فدي حل الاسواق كلها. فاللي مش شايف ان السوق ده، انت كتاجر شايف السوق ده مش ربحان معاك، واشتغل في حاجه ثانيه طبعها. تحب تختم حلقه النهارده وتوجه رسالتك للزبون والمستورد والتاجر صاحب المحل والمصنع وكل الكوميونتي بقى، اديهم كلهم رسالة عامة ليهم كلهم من A to Z كده يا جماعة. رسالة عامة أو جملة شايف إن هي بتلخص اللي أنت يعني الفترة الجاية للبدري. والله بص، بالنسبة لليوزر أنا دايما وحتى كاتبينها في البيج عندنا في الصفحة الرئيسية، أدوات الفيب وسيلة للإقلاع النهائي عن التدخين. يعني الفيب ده أنا بديك وسيلة تقدر تبطل بيها سجاير، وبعد كده ممكن بعد إذن حضرتك تبتدي تبطلها تدريجي. أنا عارف إنه صعب في بلد كلنا بندخن، بس لازم تحط ده تارجت. انت جايب فيب ليه يا شادي؟ اقل ضررا واحاول ابطل، وسهل ان انا، وفعلا اسهل ان انت تطلع من الفيب. يا عم قلل نيكوتين، بتشرب تنكين في اليوم، اشرب تنك، تقدر والله تقدر مزبوط. تنزل بيها مزبوط. لحد زيرو نيكوتين مزبوط. وتقدر. فانا دايما اقول لليوزر خليه الهواء وخلاص. خليه كده. واحنا تجارتنا قايمه على كده. احنا بنبيع ادوات مساعده اقلاع التدخين، يعني واخدين بيها فتوى. فيا ريت تفتكروا الموضوع ده على طول، ان دي ادوات تبطل بيها سجاير، وهي برضه مضره مش عسليه بالسكر. فواحده واحده ان شاء الله تبطل خالص فيب وتقول لك مع السلامه. ده طلبي من اليوزر. اصحاب محلات طبعا كلكم على راسي، حبايبي زمايلي في الكوميونتي، ناس المستوردين ناس زي الفل، وفي شغل مستوردين قوي جدا الفتره الاخرانيه. مظبوط. المنتجات بقت تنزل مصر قبل اي دوله في العالم. في مستورد انت بتحبوش؟ مستورد واحد؟ هو في واحد بعينه انت بتكرهه؟ لا طبعا، ده كل الناس حبايبي على بص بعينه لسه ماشي. هو في انت قلت له اقولها لك في الحلقه لو قلنا بجد بص ممكن يتجلط. بص، لا على المستوى الشخصي كل الناس محترمه، كل الناس حبايبي. حتى لو في تنافس في الشغل ده لازم كده عشان شويه اكشن كده، ما لازم نشتغل يا عم. طبيعي. انت مش بتحب الاكشن يا شادي؟ يعني تخيل كده قاعدين كلنا كده حلوين وما فيش مبادئين. ده ما تقيل قوي. لازم ننكش مع بعض وبتاع. انا وشادي كنا بننكش فتره، فاكر شادي؟ قعدنا برضه ننكش عادي يعني. كنا بننكش في اللايفات بتاعها لذيذه من باب الفن. بس مصر رقم 1 في الميدل ايست، واديك شفت المعرض اللي فات. ريفيورز مصر رقم 1، ده حقيقي. تجار مصر رقم 1. كل بقول لك ايه، الايفنت كله كان مصر. ده حقيقي. انا ماشي عبده حاج محمد اعلى في مصر. ماشيين بقى اللي هو ايه، تعالى اشرب شاي بتاع. يعني كنا في معرض مصر، الصين مصر. يعني الصين مصر. ومبسوط بالبرنامج بتاعك يا شادي. صحاب اللاينات واتمنى ما تنساهمش. اصحاب اللاينات يعني يا ريت تكملوا، الناس اللي مكمله صح كملوا صح، وناخد بالنا كويس قوي من الكواليتي بتاعنا عشان نحافظ عليه. وانا لو انت بتشوفني في الصين، لو اي فيديو في الصفحه قديم من الصين هتلاقيني ماسك لاينات مصري وبسافر بيها وبدوقها للناس وبتعجبهم جدا 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 والله، عشان يكلونوها. عندنا كمان السعر بيكلونوا المصري. السنين ايه؟ بيكلونوا المصري. خلي بالك انا بتقلب في الليكو والله، لما بوقف بيه بتقلب. مش هينفع اقول مين، ولكن لاينات الصينيين الموجوده مؤخرا بيجوا قبل ما اللاين ينزل يلف يجمع سيرفي وياخد الحاجات اللي بتتباع كتير عشان يروح الصين يعمل من عندنا. جم اشتروا من عندنا عشان عايزين يعملوا حاجات زي التوباكو بتاعنا. بس هو برضه المشكله ان الماتيريال مش، خلي بالكم يا جماعه، اللاينات المصري برضه كلمه حق تتقال، شغاله بماتيريال اوروبيه احسن من الماتيريال الصيني بكتير. يعني هنتكلم حق الله، اللي شغالين TFA وكابيلا احسن بكتير من الماتيريال الصيني اللي هي شغاله بفليفر صيني زي بتاع هونفو والحاجات اللي احنا مش عارفين لها اساس دي. فخليك في المصري.
شجع صراع بلدك. طبعا بشكر بدري على حبيبي، الحلقه حبيبي يا الجميله شادي. دي واتمنى طبعا المزيد والمزيد من النجاح والتوفيق، ودايما حبيبي، كده وأنت يكسر الدنيا. عجبني ان انت بتعمل حاجه جديده. البرنامج ده يبقى كل اسبوع الناس تخش تبص. انا واحد من الناس هخش اشوف شادي جايب مين، ايوه بيتكلموا عن ايه، بيجيبوا سيره ايه، يعني برضه ايه، يعني عايزه يبقى ايه انا مستني ملخص الاسبوع. انا مستني حد بقى يجي يبقى الحلقه كلها عن البدري. انت فاهم حاجة؟ لا كتير حبايب. يعني الحبايب مفيش هو مشكله. هو النهارده عارف انت كان جميل الحبايب ورايق كتير كلهم حبايبي والله. على فكره يعني انت بتشوفني في الايفنت وانا مسلم على كل الناس، ده كل حقيقي. الناس حبايبي. يا جماعه يعني و- خدوا في بالكم أصغر. السوشيال ميديا والله لا بجد. لا يا عم السوشيال ميديا حاجه، وفي الحقيقه حاجه تانية خالص. المجتمع الفيب بصفه عامه، احنا ممكن نطلع نبقى مولعين في بعض واحنا بالليل شادي بنتمشى مع بعض. شادي ده بجد. اصغر بارتيشن فيب في البلد ده راجل زميلي. مم. انت فاهم قصدي؟ صح. زميلي وزي صح. ملهاش دعوه بقى محلات وكبير وصغير وبتاع، في شويه تنافس، ده حاجه صحيه للسوق وللمستخدم. مم. في ناس كتير بتنزل تشتري لما تلاقي اوفرز، صح. حتى لو ما كانش عايش. انا بعمل كده لما بلاقي اوفرز في امازون لبس، ولا حاجه، بروح فاتح كده انتوا عاملين تك تك اوفر تك على تك ايه يا صح. عم؟ صح. ثلاجه ولا بتاع ممكن اشتريها بس عشان نازل عليها اوفر وانا مش محتاجها. ممكن هتنفع. بس كنت مبسوط ان انا كنت معاكم يا جماعه، ونتابع بقى مع شادي كل اسبوع ان شاء الله. شكرا ليكم ونلقاكم على خير، وان شاء الله انتظروا الحلقه الجايه في ذا بودكاست. سلام.